البداية في الحديقة. بينما كان الأصدقاء الأربعة أمل وزيتون وسريع وجونيا يتجولون في الحديقة بسلام، يظهر كائن اسمه عادي ويقول لهم مرحبا، ثم يبدأ بتعديل العالم من حولهم ويختطف أمل وزيتون. السر المخيف: عندما يحاول عادي قتل أمل وزيتون يتذكر فجأة حقيقة مرعبة: أمل هي ابنة الوحش الأعظم. يصاب عادي بالخوف الشديد ويسكت تماما، فيقرر عدم قتلها حماية لنفسه من غضب والدها، ويكتفي بحبسها مع زيتون دون أن يكشف هذا السر لأحد. رحلة الإنقاذ وماضي جونيا. يندفع سريع وجونيا نحو قصر عادي لإنقاذ صديقيهما. أثناء الطريق تتذكر جونيا ماضيها المؤلم والقاسي، حيث تعرضت للاعتداء والاغتصاب لفترة طويلة من قبل رجل، وتبدأ بالبكاء بحزن شديد، فيقف سريعا بجانبها ويواسيها بكل وفاء. المواجهة وحبس جونيا. عند وصولهما إلى القصر تندفع جونيا بشجاعة للهجوم بمضربها، لكن عادي يلمس وجنتها بإصبعه، مستخدما قدرته لتذكيرها بالماضي المؤلم ورجل الاعتداء، مما يكسر طاقتها ثم يحبسها داخل كرة طاقة. قدرة أمل الخفية والتدخل الحاسم. يتبقى سريع وحده في مواجهة عادي. في هذه الأثناء تلمح أمل المحبوسة هاتفا قريبا، وتستخدم قوتها العجيبة لتضرب الهاتف بكل ما تملك من طاقة. ينجح الاتصال بالروبوت باسل، تابع حكيم العالم، الذي يصل فورا ويقبض على عادي ويعتذر للأبطال عما حدث. النهاية: يتحرر الجميع، أمل وزيتون وجونيا، وينتهي الموقف بسلام بفضل شجاعة سريع وقوة أمل، مع بقاء سر والدها مخفيا داخل رعب عادي.